خذ ما تعرف وما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم، لأن مخالطة الناس سم زعاف قاتل لن تتحصل من ورائه على خير، فمهما أقللت من خلطة الناس نجوت، لأن خلطة الناس ما الذي يأتي من ورائها سوى الشر، خاصة عند فساد أهل العصر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بين سبيل النجاة قال: إلزم بيتك، لا تتعدى ما استطعت إلا للصالح الضروري من أمرك، وأما ما عدا ذلك فحافظ على رأس مالك وهو عمرك أن يضيع، ولعله في أحسن الحالات إذا ضاع لا يكون لا لك ولا عليك، يعني يكون في المباح. وهل وجدت قوما يجتمعون يتكلمون في المباح؟ في المباح يتكلمون في درجة الحرارة، فيما يتعلق بالأسعار، فيما يتعلق بأحوال العالم، فهذا مباح لا لك ولا عليك، ولكنه إهدار من رأس مالك الحق وهو عمرك، لأن الثانية التي لا تمر لن تعود، وهي تقربك من قبرك ثانية، وما العمر إلا جملة من الثواني، فكلما مرت ثانية اقتربت من النهاية ثانية، والثانية تجمع دقائق، والدقائق ساعات، والساعات أيام، والأيام أسابيع، والأسابيع شهور، والأعوام لا يدري بعدها وقربها إلا الذي خلقها وهو الله جل وعلا. فهل وجدت قوما يجتمعون على الخير لا يغتابون ولا يكذبون ولا يقعون في أعراض المسلمين والمسلمات مما يستوجب حدا في ظهورهم، لأن هذا مما اجترأ عليه الناس، يتكلمون في الأعراض، والكلام في العرض قذف يستوجب حدا في الظهر بالجلد 80 جلدة، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. فهذا كله مما يفتقده الناس في هذا العصر. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بخاصة نفسك، لأنك ستسأل عن نفسك بدءا، عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى سيسألك عن نفسك بدءا، لن يسألك عن غيرك قبل أن يسألك عن نفسك، فماذا أعددت من الجواب؟ وسيحاسبك على كل شيء، حتى ما يكون من غيبة السر، لأن الغيبة لا تكون غيبة ظاهرة فقط، بمعنى أن يتكلم الإنسان ذاكرا عيب أخيه الذي هو فيه مما يكره ذكره، هذه الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، وإن كان في أخي ما أقول هو كذلك، يعني هذا الذي يكرهه من الصفات ومن الأحوال وهو فيه هو موصوف به حقيقة، ولكن نطقك به غيبة له، وهي من حقوق الغير، من حقوق العباد التي لا يتنازل الله عنه، فلا بد من أداء حقوق العباد كاملة، لا بد من هذا، فهذا مما لا يتنازل فيه. ما يكون بين العبد وربه من التقصير يعفو الله عنه، ما يكون من الشرك لا يغفره الله رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يكون من مظالم العباد بينهم فإن الله لا يدع منها شيئا، لا بد من القصاص، والقصاص لن يكون بالدرهم والدينار، وإنما سيكون بالحسنات والسيئات.